السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اهلي، يا اخواتي، يا اصحابي، يا اهلي، يا كل حياتي. يا رب تكونوا كويسين يا رب. صلى على النبي يا حبايبي. في التعليقات عايزة اقول اول حاجة اللي احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب. بالله عليكم يا حبايبي، انا طالبة طلب منكم. قناة ام فياض من فلسطين بتقول لكم الوضع بقى هناك وحش جدا جدا. بالله عليكم اللي عايز يساعد بملصقات باي حاجة يخش عند قناة ام فياض. بالله عليك الواحد عشان معلش ظروفه يعني زيهم كده بيحس بهم، بيحس بدهم. ربنا يكون في عونهم وربنا معاهم يا رب وينصرهم يا رب بإذن الله. بالله عليكم يا حبايبي ساعدوا ويا توصل لهم بإذن الله أم فياض. عايزة أقول لكم حاجة تانية. مدام هناء، مدام أميمة، يعني في الفيديو بتاعها والله أنا قايلة امبارح مدام أميمة والمتابعين يقولوا انا قالت لي ايه ام رنا في الفيديو بتاعها اللي هي ايه اللي الناس فكروا الفلوس مني انا وام رباع. لا اقول لهم اللي هي من ناس فعلت خير. عايزه اقول لهم والله فعلا يا حبايبي مدام اميمه كانت ام ربال حلقه التواصل بينهم ومن فعلت الخير. ربنا يجازيها كل خير يا رب ويزيدها من فضله ويسترها دنيا واخره يا رب. وعايزه اقول لك يا مدام اميمه ام ربال، الدال على الخير كفاعله برضك. انت دليت على خير كفاعله. عايزه اقول لكم يا حبايبي اللي هم دلوقتي ما هي كمان عايزه اطلع اقول لك اللي هي حسبي الله المصديه اللي بتقول اللي انت بتتسولي من ام ناصر وده اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. انت بسب مدام هناء 6 سنين وبتاخدي ملايين على حسها. يعني انت بتقول احنا بنقعد في الفيديو 5 ساعات وتقعدوا في كده فعلا طول النهار على الفيديو. هتقعدي لله والوطن ولا على سبك زي اللي هي ورك الفيل دي؟ انتوا طبعا عارفين ورك الفيل يا حبيبي ما خدت ملايين، خدت مليون وخدت زيادة واتفضحت من سب مدام هناء وعرضها، وربنا فضحها وظهرها وطلعت حرامية زي ما انتوا شايفين. دلوقتي يا حبايبي اللي هي دي بتاخد ملايين وقاعدة كده زي البروتة. وسبحان الله ربنا كشفك وعرف حقيقتك الايام دي وكلنا وعرفك وترترا متابعني. كشفك وعرفك اخوك حقيقتك. عايزه اقول لك اللي انت عايشه في فرنسا، اللي انا بتسول انت عايشه في فرنسا 30 سنه، ولادك تعليم ببلاش، جوزك قاعده زي البروطه استغفر الله العظيم يا رب، قاعده طلقك علينا. قاعده مرة دلوقتي قاعده تتهزقي في المنصات، تتهزقي من الرجاله في المنصات وسايبك علينا ليه؟ مش لله ولا الوطن. عشان ايه؟ عشان الملايين اللي انت بتاخديها، غير اللي انت بتاخدي كمان قعدت ما عدتوش عايزين تشتغلي انت ورفائيل. دلوقتي بتاخدي المعونه وعايشين بقى على الملايين اللي انت بتاخديها من سب وعرض مدام هناء 6 سنين. 6 سنين ربنا كشفك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك اللي انت طالعه تقول انا ام خرا. ام خرا ده انت تاكل بقره بخرا. تقرا انت خاينه. كل حصرياتك بتقول ايه؟ بتيجي في حجري. انا بقعد كده وتيجي في حجري. يعني انت ما بتتهزيش وتروحي تجيبي حاجه صح. انت بتعرفي اللي الحصريات اللي بتيجي في حجرك دي بتيجي صح ولا كذب؟ عشان تقولي يا بغله، تقولي وانت قاعده اللي قاعده اهمك مدام بنت مدام هناء سافرت مش عارفه فين. لا ما سافرتش، ده قاعده مش مورينا بطنها، ده مش عارفه. انت مالك؟ انت بقى سافرت ولا ما سافرتش ولا حامل ولا ما حملتش وانت مالك؟ انت قاعده زي البغله اهو. انت قاعده احنا شايفين قاعده زي الجاموسه كده. احنا شايفينك احنا شايفينك وانت قاعده كده ولابسه قميص رفائيل. استغفر الله العظيم يا رب تفوق عليكي. قاعده تقول لك الحسرات بتيجي وانا قاعده بتيجي في حجري. حسبي الله ونعم قاعده للسقطه واللقطه. دي قاعده للسقطه واللقطه يا جماعه. نسميها ام السقطه اللقطه المفضوحه. اللي دلوقتي اما ترند جه ترند هزق امها وراح حصل لها وعمل لها صور اللي هو بيتبول عليها عامله زي المبوله
راحت وقال لها مش هتكلم مش هتكلم، وتأسفيلي وتأسفيلي. راحت اتأسفت له، راحت اتأسفت للترند. بس اما جات مدام هيام جات ادتك بالقفا ولسعتك وقمتي وادتك فلوس، قمت على الشبح. راح بقى كله جالك المنصة، كل المنصة بقى جاتلك، كله بقى كرهك، كله كرهك. حصل ايه؟ راحت يا جماعة، راحت بقى تعيط زي ما هي اما كشفتهم، وراحت لقناتها، راحت لأياميها، واكتشفت اللي احنا راحت لفاروق، راحت لفاروق 3 ساعات ونص. واحنا اللي مش قلنا ده، ربنا كشفك. وانا ما طلعتش قلت انا اللي قلت لها يا جماعه وثبت فيها. انا قلت لها زي ما انت بتسب في مدام هناء، لقيت اللي كشفك وعرفك حقيقتك. وقلنا ما بتقدرش تتكلم اي راجل زي الجزمه، تبوس رجله وتلحس جزمته، تلحس جزمته وما تتكلمش عليه. يعني جت على ام رنا وما جاتش بقى تقدرش تتكلم. استاذ هشام ترند، والنبي خليه بس ما يجيبش انا معايا بنات، خليه يا رؤى. جمة ترند مسكها برضك، راحت اتأسفت له بعدته ناس، سكت شويه. بس اما قبضت من هيام وجت على استاذ الشبح، جت على الشبح، جه بقى لحستها برضك. راحت لهم اما عملوا بقى حفلة عليها ومسكوها وطلعوا. كان استاذ الشبح كان هيمسك على حاجات، هي خافت لانه قال لا انا ماسك عليكي حاجات وهطلعها. اتخرست وراحت لحستها، وراحت بعتت محمد الفارس وتعتذر له. عرفت اللي انت جابانه؟ انت مش ماسكه الا مدام هناء بس مش ماسكه الا بتقول انا ما بعملش اي قناه ولا بشاهد اي قناه. هي ما هي مش ماسكه اي قناه يا جماعه، ولا بتتابع الا هي واحده بس مدام هناء، عشان دي اللي بتجيب لها الفلوس والملايين. تفوق عليك حسبي الله ونعم الوكيل عليكي، يلا عامله زي ام السقطه واللقطه. حسبيك حصرياتك كلها كل الناس قالوا كذب. انا اما طلعتك كذابه انت مسكتيني برضك عشان انا طلعتك كذابه. اخويا راجل اعمال، اخويا راجل اعمال، ترتر راجل اعمال. قلنا لك ده بتاع ترتر، وترتر اصلا حاطه ام رانا في دماغها ليه يا حبيبي؟ عشان ترتر بيتفرج على قناتي دلوقتي وعارف فضايحها، وعرف اللي هي بتاخد ملايين وما مش عايزه بتشحت على اختها الشحاته المتسوله اللي عايشه على السب والعار، وتقول ام رنا المتسوله من ام ناصر. حسبي الله ونعم الوكيل عليكي. حتى محمد امين ده خاينه، اقسم بالله خاينه. حتى محمد امين دافع عنها 4 ايام ورا بعض. المفروض تشكره، واحد بيدافع عنك. مش عايزه اللي هي تكون هي اللي هي الكينج، هي الحصريات بتغير من اي حد يقول اي حاجه معلومه صح او اي حاجه. مسكته الخاينه قالت الاصل، مسكت محمد امين المفروض تقول له شكرا. ده متابع عندي، مسكتك حبا في ام رنا اللي انت مسكتيني. هزقتك عند الاستاذه فراوله، عند الاستاذه فراوله مسكت امك، مسكتك عند الاستاذه فراوله. وان شاء الله قالت لي لو طلعت عليكي همسكك وهطلع لك طلع الفويس من عندك بقى عشان تسمعيه. ليه هتمسك امك؟ واشكرها واشكر المتابعه دي. انتي واحد قناه بيدافع عنك 4 ايام، قالت الاصل تمسكيه كده وتكسفيه وتقولي لا ده كان ضيف، مجرد ضيف ومش عارفه ايه، وتهزقيه. ورحت لحست الجزمه عند واتأسفت للشبح عند ومحمد الفارس لأم محمد الفارس. تعرفي اللي انت جابانه مش عايز يطلع كان يا جماعه، هيطلع الشبح فضايحها وهيطلع لها حاجات. خافت مفضوحه. انت هنسميكي بعد كده الساطه واللقطه المفضوحه. عرفتوا يا جماعه اللي هي قالت الاصل وخاينه وما عندهاش، وكل القنوات بتكرهها وما عندهاش حصريات، مبتليه على مدام هناء. حسبي الله ونعم الوكيل، عشان خدت فلوس وقرشين من مدام هناء طلعت على الشبكه. وايه يعني؟
اي يعني واحد اي يعني يجيله ايفون ويجيله دعم، ما انت بيجيلك اي يعني. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. كل القنوات ما بيجيلها دعم وبيجيلها فلوس. وعشان هيام قالت لك خلاص قوم على الشبح، خلاص قمت على الشبح، مالكيش عزيز. عايزه اقول لك يا اللي بتقولي كلمه الحق، انا كلمه الحق وصوت الحق. صوت الحق ايه يا بغله يا عجله؟ صوت البغل الحق ايه؟ ده انت قاعده ماسكه واحده بس. الناس اللي قالوا دافع عن دي ولا دافع، ما بتدافعش عن حد يا جزمه. انت ما بتدافعش عن حد، انت ماسكه واحده بس في سب وعرضها. حسبي الله ونعم الوكيل. ده انت صوت الباطل وشرشوحه وسببت اعراض، وتقول احنا اللي بنسب اعراض. عرفتوا يا حبايبي؟ عرفتوا اللي احنا حبايب مدام هناء؟ الحمد لله الحمد لله. عمرنا ما نطلع على بعض، عمرهم ما يطلعوا على بعض، عمرهم ما يحصل بينهم اي واحدة تمسك واحدة، لانهم عايشين لوجه الله، بيعملوا خير لوجه الله، بيساعدوا عن واحدة ضد السب والقذف. عارفين ربنا جدا، عارفين ربنا جدا. عرفت الفرق اللي بين الشراشيح اللي هم قاعدين يقطعوا بعض وقاعدين يقولوا خلاص بقى. في ناس واحده جايه على المنصه تقول لهم اسكتوا بقى اتفضحنا، انتوا قاعدين تشرشحوا لبعض وفاتحين بعض كده ليه؟ واحده امبارح جايه على منصه واحده، اسكتوا بقى ده احنا بقى شكلنا وحش، شكلنا وحش. شفتوا الفرق بين حبايب مدام هناء المحترمين اللي بيقفوا مع بعض، وان واحده جات لها مثلا إيه يعني، انا مثلا انا اجل عايزه اعمل عمليه، او واحده مثلا عندها حاجه، هيقفوا جنبها ويساعدوها، هيقفوا جنبها ويساعدوها. وعمرهم ما يطلعوا على اي حد ولا يتكلموا على اي حد، ولا يطلعوا مثلا مدام هناء بتفضفض لهم ولا اي حاجه. مش هيطلعوا يقولوا لا عشان مثلا احنا قناتنا مش هتعلى، لا ده هي لا، عمرهم. دول محترمين وعارفين ربنا وبيعملوا خير لوجه الله، مش زيكم. عرفتوا اللي انتم كلكم استغفر الله العظيم يا رب الفلوس هتطلع بلا واسد عليكم، هتطلع عليكم من سب مدام هناء وعرضها. حسبي الله ونعم الوكيل عليكي، تفوق عليكي، تفوق اقسم بالله تفوق. تقول له ام خرا، ده انت تاكل البقره بخراها. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. يلا حبايبي مش هطول عليكم بقى، عشان عايزه والله راح اكشف على ابني دلوقتي. بقول لكم اكشف عليه عشان ايه؟ بكره باذن الله طمنكم باذن الله. بس والله اللي بيزعل الواحد اللي انا حسبي الله ونعم الاب والام. الواحد دلوقتي والله العظيم بيقعد هو يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا. لو ابو رنا مثلا كان خد ابنه وراح كشف له وانا قاعده في البيت، حسبي اللي بتقول لك معايا راجل، حسبي الله ونعم الوكيل، تقول لك كفايه ليا، بتقول لك راجل. حسبي الله ونعم الوكيل عليها. إلهي قصريه مصديه تشوف اللي انا شايفاه عشان تحسي بام رنا. إلهي تنشلف لسانك ان شاء الله اما تيجي عليا باذن الله. حسبي الله ونعم الوكيل عليكش، تفوق عليكش.